لما ابتدى بعض الإعلاميين المصريين يخرجوا عن كل الأعراف ويعملوا بيننا وبين شعب الجزائر جروح عميقة، النظام الفاسد سابهم يلا احنا بنلهي شعب. ثالث مرة لما خسرنا من الجزائر في الخرطوم، كان ازاي نغطي دي يا كابتن محسن؟ ازاي نغطي اكبر؟ انت طبعا الكرة لعبتك وحياتك. مصر لما وقعت مع زامبيا ورواندا والجزائر كل الناس قالت مصر تأهلت لكأس العالم، اسهل مجموعة في التاريخ. لما خرجنا كان لازم تغطية هذا الفشل الذريع وحماية حسن شحاتة بأي حاجة. استخدموا مرة أخرى إعلام حقير مصري حقير، وبأكرر بكل الوضوح. وابتدت سهرنا لغاية الساعة 7 الصبح و8 الصبح ونكلم الفنان الفلاني والرقاصة الفلانية، الحقونا بيضربونا. أنا عايز أقول لك حاجة، إحنا البعثة المصرية للخرطوم كان فيها 120 رجل إعلام ومصور، ما فيش لقطة واحدة، ما شفناش لقطة لحادثة ضرب. لقطة، طب ورونا المصريين بيتضربوا، ورونا حوادث، ما فيش. كل ده شغل النظام الفاسد. طيب. النظام الفاسد غطى كل خسائر المنتخب حماية للجهاز الفني. ما بيحميش المنتخب على فكرة، أن لو بيحمي المنتخب طب ما كان حمى محسن، كان حمى الجوهري، كان حمى اللي قبله واحد. لا هو لماذا حسن شحاتة بالذات يعني؟ لأن حسن شحاتة حصل بينه وبين أسرة مبارك تناغم على أي مستوى؟ على كل المستويات. يعني بمعنى إيه؟ على أي مستوى؟ يعني النهارده في تدريبات المنتخب. انت جالك كم مره حسني مبارك في التدريبات؟ ولا مره. جالك كم مره جمال مبارك في التدريبات؟ ولا مره. جالك كم مره علاء مبارك في التدريبات؟ لا جالي وانا في الاسماعيلي. لا انا بقول لك في تدريبات منتخب مصر. لا ما جاش. اظن الاجابه واضحه. طيب كابتن كرويا، هل من صالح المنتخب المصري وانه يبقى حسن شحاتة كرويا؟ خلينا من